السلام عليكم عزيزي المتابع. اللي هقوله النهارده ممكن يغير نظرتك تماما لكل اللي بيحصل حوالينا في المنطقة. ملف خطير بيتفتح لأول مرة وبيتكلم عن تحالفات غير متوقعة وصفقات سياسية بتحصل ورا الكواليس بين أطراف كنا مستحيل نتخيل إنها تتقابل: سوريا، إسرائيل، وتركيا، مع وجود وسيط أمريكي. ناس بتتكلم عن ممر اسمه ممر داوود، وناس تانية بتتكلم عن مشروع سوريا الكبرى، وناس تالتة شايفة إن اللي بيحصل ده هو بداية نهاية حزب الله وإيران في المنطقة. لو أول مرة تشوفني ومهتم بالسياسة ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان تصلك كل الفيديوهات التحليلية أول بأول. ويلا بينا نبدأ. في البداية كده أحب أوضح لحضراتكم إننا قناة محايدة، مش مع طرف ضد طرف. إحنا بننقل الأخبار بمنتهى الحيادية علشان حضرتك تكون الحكم. مؤخرا طلع أحمد الشرع الرئيس السوري الجديد بتصريحات هزت الإعلام العربي والسوري. في لقاء له مع جريدة جويش جورنال العبرية قال بالنص انه بيطالب بتعاون امني بين سوريا واسرائيل، وان العدو المشترك للطرفين هو ايران وحزب الله. ايوه سمعت صح، الراجل بيقترح شراكه مع اسرائيل ضد الحليف التاريخي لسوريا. والاخطر انه لمح ان تبادل الضربات بين سوريا واسرائيل لازم ينتهي، وده تطور سياسي كبير جدا وبيفتح الباب لاسئله اكبر. في تحليلات ظهرت بعدها ابرزها منشور للمحلل السياسي سامح عسكر على منصه اكس بيقول ان في صفقه بتطبق بهدوء بين اطراف اقليميه اهمها سوريا واسرائيل وتركيا وبوساطة أمريكية. الصفقة دي بحسب التحليل بتقوم على التالي: إسرائيل تسيطر أمنيا على الحدود الشرقية والجنوبية لسوريا من مناطق الدروز في السويداء لغاية الحدود العراقية، وده اسمه ممر داوود اللي بيمهد لقيام ما يعرف في الفكر الديني اليهودي المتطرف بإسرائيل الكبرى. في المقابل تساعد إسرائيل سوريا على السيطرة على لبنان، خاصة لو حزب الله تم إضعافه أو تفكيكه، وده يمهد لمشروع سوريا الكبرى. يعني كل طرف بياخد اللي عايزه، إسرائيل تاخد ممرها وسوريا تاخد لبنان، كل ده تحت مظلة تفاهمات أمريكية وصمت تركي. السؤال هنا، هل دي صفقة سياسية ولا خطة تفكيك للمنطقة؟ التحليل بيكمل وبيقول إن في عقبات كبيرة قدام المشروعين. لبنان فيها تنوع ديني ومسلحين شيعة ومسيحيين بيرفضوا الهيمنة السورية أو الإسرائيلية، وده هيخلي التنفيذ مش بالساهل. مصر كمان عقبة كبيرة جدا في وجه أي مشروع توسعي، لأنها تملك جيش قوي ومجتمع متماسك وعندها موقف استراتيجي واضح ضد تفكيك المنطقة. العراق كمان داخل على الخط، وفي تقارب مصري عراقي مؤخرا بيهدف للتصدي للمشروعين دول لانهم بيهددوا الامن القومي العربي. وعلشان كده زي ما سامح عسكر بيقول، المرحله الجايه ممكن نشوف محاولات لاشعال فوضى داخل العراق او لبنان علشان تمهيد الطريق. في وسط كل ده حزب الله بيتعرض لضربات جويه اسرائيليه متواصله، وسوريا سايبه الضربات دي تحصل من غير ردود فعل واضحه. وده طرح سؤال: هل سوريا بقت فعلا متصالحه مع الوجود الاسرائيلي ولا دي مجرد لعبه سياسيه مؤقته؟ وإيران فين موقفها وسط التحولات دي؟ وهل أمريكا بتحاول تفصل حزب الله عن إيران ولا هدفها تفكيك الاتنين عن بعض؟ واضح إن المنطقة داخلة على تغيرات ضخمة، وإن اللي بيحصل مش صدفة بل ترتيبات طويلة الأمد ممكن تغير الشكل الأوسط اللي احنا عارفينه. هل هنشوف تحالف رسمي بين سوريا وإسرائيل؟ هل حزب الله فعلا في خطر؟ وهل العراق ولبنان هيكونوا الساحة الجاية للصراع؟ والأهم، مصر هتتعامل إزاي مع المشهد ده كله؟ قولوا رأيكم في الكومنتات. هل شايفين فعلا إن مشروع ممر داوود وسوريا الكبرى ممكن يتحقق ولا دي تحليلات سياسية مبالغ فيها؟ ما تنسوش تدعمونا باللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكوا تحليلاتنا أول بأول. واستنونا في فيديو جاي هيكون فيه مفاجآت تانية. حفظ الله مصر وشعبها وجميع الشعوب الإسلامية والعربية من كل شر وسوء. اللهم انصر فلسطين والسودان وسوريا واليمن ولبنان. دمتم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.